بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا جايه اعمل معاكم بقى الكبده دي. انا بعشقها سواء بانيه او زي بتاعه الشارع. انا جايه اعملها معاكم بالطريقه دي النهارده زي بتاعه الشارع بالظبط. دي نص كيلو كبده مجمده. انا جايباها بانيه كده، بس انا هقطعها صوابع عشان عاوزه اعملها نفس نكهه الشارع. عشان كل سنه وانتم طيبين بقى، الوقفه بكره وطبعا انا صايمه. فولادي بيحبوا ينزلوا عند اهلي، يعني عند اهلي وكده يوم الوقفه. فقلت اعمل احضر لهم سندوتشات كبده كده بدل ما اجيب من الشارع. وانا ما بحبش اكل الشارع خالص، عموما ما بحبش اجيب اي حاجه من الشارع. بنعمل حاجه في البيت احلى من بتاعه الشارع مليون مره. هي كده ما تغسلوهاش. هتقطعها صوابع واوريكم بعد كده هنعمل ايه. اهم حاجه فيها عشان تبقى تديكي نفس نكهه الشارع بالظبط، اهم حاجه فيها التتبيله. لازم تتبليها وتسيبيها في التلاجة شوية، والله بتديكم النتيجة الهايلة، غير لما تقطعيها وتوديها على النار بقى بالثوم وكده. هي هنعمل نفس الطريقة بالظبط، بس هقول لكم على التتبيلة بتاعتها وتسيبوها كل ما تسوق. انا دلوقتي انا بعملها كل سنة وانتم طيبين. بكرة الوقفة انا هسيبها هعملها بكرة. كل ما تبات في التتبيلة دوقوا طعمها، والله احلى من بتاعة الشارع مليون مرة، وجربوها هتدعولي عليها. اللي بيعشق الكبدة دي زي يكتب لي في التعليقات بقى. متنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني. انا لسه مبتدئة وقلت ايه نبقى اصحاب. هقطعها، خليكم معايا ولا هقطعش الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم تاني. 3 2 1. انا هوريكم بس الاول هي كده ده ما تخلوهاش تفك. لو فكت مش هتعرفوا تقطعوها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقطع معاكم بكل سهولة. عاوزينها مكعبات ما فيهاش مشكله، هتقطعوا الصوابع دي برضو مكعبات. هكمل بقى تقطيع عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. انا كده قطعتها اهي، يعني قطعتها صوابع، والصوابع قسمتها 2. هنقلها بقى في بوله اللي انا هخليها في التلاجة. هي لسه هتفك بقى مع التتبيله وكده. هقول لكم بقى هنحط عليها ايه. هحضر التوابل وارجع لكم. ادي التوابل: معلقه ملح، ومعلقه ونص كزبره، كتروا من الكزبره بتدي طعم تحفه. معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود صغيره عفوا، من 3 فصوص ل4 فصوص ثوم. هننزل عليهم كده. عصير الليمون اللي انا عاملاه، انا عشان بعصر ليمون يوميا فطبعا ده بيبقى فيه يعني اسهل لي. بتاع ليمونه، اللي عاوز يحط نص ليمونه يحط. انا بحب احط ليمون عشان انا عاوزه نفس نكهه الشارع كده اللي احنا بناكلها بالظبط. وادي الخل بتاع 4 أو 5 معالق خل. ويعجيني بقى فيها، افضلي يعجيني كده في التتبيله دي بقى كده. هي لسه عشان مجمده، فانا هحاول افككها كده عشان كلها تشرب التتبيله. هفككها كلها كده وارجع لكم على طول. انا كده اهو فككتها عشان هي ساقعه جدا. فككتها من قبل بعضها لسه. هي بتفك بكل سهوله، بس عشان كل واحده تبقى شاربه التتبيله لوحدها كده ويبقى نكهتها تحفه. والله يا جماعه جربوها، بس التكه اللي فيها وحياة ربنا هتعجبكم جدا. اللي هي لازم تقعد في التتبيله دي كأنكم بتعملوا الكبده البانيه بالظبط. مش بنعمل برضو تتبيله ليها كده ونقلي، لا، حتى الصوابع كده بيتها في التتبيله دي. ودعولي بقى، اوعوا تنسوا الاشتراك، والله هزعل منكم. اشتركوا في قناتي ودعموني، وانا على قد ما بقدر والله، لاني انتوا شايفين الدنيا والغلا عامل ازاي. انا على قد ما بقدر بعمل حاجات اقتصاديه تنفعني وتنفعكم. والله اي حاجه هتنفعني ببيتي وتوفر لي انزل لكم بيها على طول انتوا كمان. انا كده اهو تبلتها خالص كده. اهم حاجه تزودي فيها الكزبره والليمون والثوم. كزبره وليمون وثوم. انا هحط والخل، بس انا هحط بقى نقطه خل تاني.
هي كده تمام قوي كده. والله جربوا الطريقه دي هتدعولي. بس اوعوا تغسلوا الكبده، كبده وهي جامده بتتقطع وتدخل في التتبيله على طول. اياكوا تغسلوا الكبده خالص، حتى هتديكوا طعم، هتبقى ذكرى. بس ديت بقى لما اجي اسويها هوريكم، يعني هعمل التسويه معاكم. كبده عاوزينها زي بتاعه الشارع واحلى كمان، والنكهه مش اللي هو يقول لك حطي وانت بتعمليها كذا، لا هي لازم تنقعها في التتبيله دي قد ما تقدر. انا هنقعها 24 ساعه لاني انا هسويها بكره، وانا بسويها هشتغل فيها معاكم واوريها لكم. دي التكه اللي انا بقول لكم عليها، لازم تنقعوها في التتبيله دي. حتى لو كبده عصافيري انقعوها في التتبيله دي شرايح زي ما انا عاملاها كده. اي كبده بتعتمدوها اللي هي بتبقى بتاعت سندوتشات وبتاعت الشارع، جربوا طريقتي والله وهتدعولي عليها. وما تنسوش الاشتراك، وهقول لكم تاني عشان ما ازعلش منكم، ولما اجي اسويها بقى هرجع لكم، استنوني. انا رجعت لكم تاني اهو بعد ما نقعت الكبده في التتبيله بتاعتها. ده عدى عليها اكتر من 24 ساعه، يعني بتاع يوم ونص كده. والله الريحه اساسا هي شربت كل حاجه، الريحه وهم، ريحتها تحفه. فهنروح بقى على النار، ننزلها على النار نشوف هنسويها ازاي. والله العظيم جربوها بالطريقه دي، طعمها يعني احلى من بتاع الشارع مليون مره، وحاجه مضمونه وانت عارفه انت عامله ايه في بيتك. بس جربوها بالطريقه دي. انا هنا حطيت على النار معلقتين زيت كبار، وانا وليا انا كان عندي ليا وبسيحها مع سمنه وكده. واللي بيتبقى من الليا وكده بعد ما الليا بتستخلص الدهون كلها منها، بتعمل كده زي قطع كده صغيره في الاخر. انا باخدها افرمها في الكبه، بحب قوي اعملها مع الكبده والسجق وكده. فانا خدت معلقه كبيره منها مع معلقتين زيت كبار وحته تومه صغيره وشوحتهم مع بعض، وهنزل عليها بقى بالكبده. انا كده نزلت عليها على معلقه الليا والزيت. انا بحب الزيت، عاوزاها زي بتاعه الشارع، زيت مش سمنه، بس انا بحط سمنه وزيت. بس انا حطيت بدل السمنه الليا يا جماعه، بتخلي طعمها تحفه. اللي ما عندوش خلاص مش هتفرق، يعني حطوا سمنه. هسيبها بقى لحد ما تاخد لون مع نفسها كده. هي اساسا يعني التتبيله فيها كل حاجه. انا حطينا الكزبره وحطينا الكمون والثوم والخل والليمون والملح، فهي فيها كل حاجه. وطبعا الكبده يعتبر بقى لها يومين فشاربه كل حاجه. وجيت حطيت برضو الثوم مع اللية مع الزيت، وهسيبها بقى لحد ما هي تستوي مع نفسها كده. تتشوح بس وتاخد لون وارجع لكم تاني. هي كده هي بتستوي. نزلت الميه اهي اللي هي كانت منقوعه فيها في التتبيله. هنسيبها لحد ما تشربها تاني. والله يا جماعه اساسا ما حطيناش عليها اي حاجه، التتبيله اللي هي كانت منقوعه فيها. والله الريحه وهم. جربوها. اي كبده بقى عاوزين تعملوا، حتى دي كبده مجمده، لو كبده بلدي برضو شرايح عصافير بانيه، قعدوها في التتبيله دي ننزلوا بيها على النار على طول. يا ريت لو يوم كامل تبقى في التلاجة. هي اساسا وهي بتستوي ريحتها تحفه، يعني احنا ما حطيناش عليها اي حاجه. هي في التتبيله اللي احنا كنا نقعينها فيها ما حطيناش عليها اي حاجه، ومش هتحتاج حاجه. لسه بس لما تشرب ميتها دي كده كلها تاني هندوق وهنشوف لو محتاجه سنه خل تاني، سنه كزبره. بس انا كنت ظابطه التتبيله وجربوها. هي الريحه اساسا طالعه، وطبعا من الريحه طبعا بتعرفوا اذا كانت الاكله محتاجه توابل تاني ولا لا. هي كده تحفه. انا هسيبها بقى تشرب ميتها وارجع لكم تاني. متروحوش في اي حته، وبالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، ودعموا قناتي الله يخليكم، وارفعوا فيديوهاتي. ما تبخلوش عليا بالاشتراك. هرجع لكم تاني. انا رجعت لكم. بصوا كده هي يعتبر استوت. والله يا جماعه الريحه مش قادره اقول لكم، بألف هنا وشفا ليكم. والله العظيم الريحه تحفه. بصي بقى العصير الجوز اللي نازل منها ده، انا هنزل مقطعه بصل جوانح وفلفل، هنزل عليه عشان انا عاوزاهم يشربوا من الميه بتاعتها دي عشان ياخدوا الطعم برضو كده. فهنزلهم عليها دلوقتي. ادي البصل، بسم الله الرحمن الرحيم.
ده اقل الامكانيات والله، يعني هتعملي يعني ابسط حاجه في البيت هتعمليها باقل الامكانيات اللي تحت ايدك متاحه عندك. ما عندكيش ليا مش متوفره عندك سمنه، ما فيش سمنه بالزيت، هي اصلا بالزيت بتبقى زيها زي بتاعه الشارع بالظبط. الشارع بيعملوها بالزيت. يا ريت بقى لو فعلا من عشاق الشطه بقى قرن فلفل حامي، بس انا عشان ولادي بياكلوا منه ما بقدرش احط اي حاجه حاميه في الاكل. بس بقى يعني قرن فلفل حامي والله العظيم مش يعني هتبقى حاجه وهم كده. لسه بقى اسيب البصل يدبل شويه، مش هنزل بالفلفل دلوقتي عشان الفلفل ما يدبلش قوي، مش هيبان فيها، هيدبل بس البصل معاها شويه وارجع لكم تاني على طول عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. انا كده البصل ابتدى يدبل شويه، هنزل ده فلفل رومي عندي كان احمر واخضر، ولسه بقى هنظبط التوابل بتاعتها نشوف محتاجه ايه. ناخدها كده تقليبه مع شويه طحينه بقى وسلطه خضراء، شويه بطاطس محمره وسندوتشات بقى، وبألف هنا وشفا. سيبهم بس ياخدوا غلوه كده وارجع لكم نشوف هنحط عليها توابل ايه. ده تاني كده شربت كل الميه اللي فيها بس بقى كده، يعني هي لما تدوقي حته الكبده نفسها متطعمه، بس بقى محتاجه التوابل دي عشان احنا طبعا حطينا بصل وفلفل وكده، فهنطعم بقى التوابل النهائيه. دي معلقه، نص معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل، نص معلقه كمون، معلقه كزبره. الكبده يا جماعه اديها كزبره براحتكم حسب ما انتوا عاوزين، الكزبره يعني كبده يعني كزبره اللي انتوا شايفينه صح، بس الكبده بتحب الكزبره جدا، الكزبره الناشفه. انا ما بحبش التوابل المعقده واللي هي بقى يقولوا لك اللي هي جوز الطيب وما اعرفش ايه توابل، لا انا بحب البساطه جدا. هو معروف الفلفل الاسود والملح والكمون دول الاساسي، والكزبره الناشفه. في توابل تاني اكتر بس مش ما بحبهاش، مش مستحبه على اي اكل. انا بحب بس كده اللي هو الاكل بتاع زمان كانش فيه غير التوابل دي، ورق لورا ماشي حبهان بس مش على اي اكل برضو. الاساسي عندي في المطبخ الفلفل الاسود والملح والكمون والكزبره. ما بحبش ادوخ طعم الاكل، لان بحس لما بزود التوابل التانية دي الاكل بيروح في حته تانية خالص، فلا ما تدوخوش الاكل بالتوابل عشان برضو تستطعموا طعم الاكل نفسه. بس بقى اهم حاجه الخل، كبده خل. انا بقى اجيب بس الخل واجيب خلي بقى اللي بيديها النزازه ده الطعم بتاع الشارع. وقلت له الاخر مره اللي بيحبها الحاجه مشطشطه قرن الفلفل الحامي ده هيخلي طعمها تحفه، بس انا طبعا ما ينفعش احطه. انا حاطه توم اول ما جيت اشوحها، وحاطه توم في قلبها في التتبيله، فانا بالنسبه لي التوم كده كفايه قوي. هدوق بس طعمها. ولا اي حاجه كده تمام قوي، مش محتاجه اي حاجه تانية خالص. هي كده استوت، هطفي عليها. هعمل بقى السندوتشات وارجع لكم كده، هي خلاص خلصت. هعمل بقى السندوتشات وكده وارجع لكم، ما فيهاش اي حاجه، وجربوها والله عن تجربه. حطوها في عيش بلدي، عيش فينو، حسب ما انتوا بتحبوا، وفعلا هتدعوا لي والله العظيم نفس طريقه الشارع بالظبط. هعمل لكم السندوتشات وارجع لكم. انا كده جهزت بقى السندوتشات اهو، عشان ولادي ما بيحبوش اكل الشارع خالص، فهم لما بينزلوا بعمل لهم سندوتشات، لو خارجين او حته بعمل لهم سندوتشات بالمنظر ده، وطعمها تحفه والله يا جماعه، جربوها مش هتندموا. ولو الطريقه عجبتكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير. بألف هنا وشفا. لا اله الا الله. باي باي.